لما كان اسمه اوماها في امريكا، وتحديدا يوم 3 ابريل سنه 1924، اتولد مارلون براندو جونيور، واللي اتسمى بالاسم ده نسبه لابوه. عيله براندو كانت عيله من طبقه متوسطه، بس حياتها ما كانتش مستقره. يعني اصلا قبل ما يتولد في المدينه دي، الاسره دي عزلت في اكتر من مكان وراحوا ولايات كتير منها كاليفورنيا. ورغم ان براندو كان اخر العنقود وكان له اختين اكبر منه، الا انه برضه معاش طفوله طبيعيه ممكن يعيشها اي طفل. ابو مارلين براندو كان راجل شخصيته كانت صعب، وكان قاسي بشكل مش طبيعي. القسوه هنا ما كانتش انه بيضربه وخلاص، الفكره انه كان بيكسر بنفس ابنه دايما قدام الناس. وكسره النفس دي ممكن تكون اصعب بكتير من الضرب والعنف. وده برضه ما ينفيش انه كان بيضربه، بالعكس ده كان بيضربه، وكان بيضرب امه اللي كان بيخونها كل يوم بشكل علني في البيت. وفي وقت زي ده اي طفل في الدنيا بيكون ما فيش قدامه غير امه، هي اللي تقدر تحتويه وتساعده. لكن للاسف ام مارلين براندو برضه كانت مدمنه، وعلى الرغم انها كانت ست فنانه وممثله كبيره، الا انها كانت ست سكيره ومش شايفه قدامها حاجه. كل ده طلع من مارلين براندو طفل بتاع مشاكل، ولما دخل المدرسه العسكريه عمل مصايب كبيره. وعلى الرغم من كده قدر انه يكون ممثل ومشهور كمان. وفي فتره الخمسينات كان واحد من اعظم الممثلين في تاريخ السينما. ولكن كل ده ما كانش كافي لمارلين براندو انه يبقى في نفس الوقت انسان عادي. وهنا بقى تبدا رحله مأساويه في حياه الاب الروحي للسينما، وهي مرحله الاكتئاب. براندو كل المشاكل النفسيه بتاعته والترومات اللي عاشها في حياته اتفتحت اول لما ابنه كريستيان اتسجن في قضيه قتل، وبنته شيان ماتت منتحر. هنا الدنيا اسودت في وشه تاني، وما بقاش لاقي اي حضن يترمي فيه غير حضن واحد بس اللي كان فاتح له دراعاته، هو حضن الاكل. براندو بدا انه يسحل نفسه في الاكل عشان يهرب من اي حاجه بتحصل معاه، ويهدي نوبات الاكتئاب اللي كانت متلازمه معاه طول الوقت. والموضوع بدا يزيد لحد ما وصل ان براندو كان بيقفل على نفسه بالايام، وياكل كميات كبيره جدا عشان يهرب من الحاله اللي هو فيه. بقى بياكل كميات كبيره من البرجر والبيتزا وزبده الفول السوداني، وثلاجته كانت مليانه ايس كريم. الموضوع وصل مع براندو انه كان بيطلب الاكل من المطاعم في السر عشان ما حدش يشوفه وهو بياكل الكميات الكبيره دي. وهنا تحول مارلين براندو الشاب الرياضي الجميل الوسيم للراجل اللي انت شايفه ده، ووزنه زاد بشكل مرعب. وفي اواخر ايامه وصل وزنه ل 136 كيلو، وبقى بيعاني من امراض زي السكر والقلب. وفي المرحله دي براندو كره نفسه تماما، ما بقاش حتى قادر يبص لنفسه في المرايه، وانعزل عن الناس وقفل على نفسه. والعزله دي فضلت مستمره فتره كبيره لحد ما تيجي سنه 2004 وهو عنده 80 سنه يموت مارلين براندو على سريره وحيد مكتئب، وزنه زايد جدا.